النادي الاهلي بيخسر في الجوله الاخيره من دور المجموعات في بطوله دوري ابطال افريقيا 2025 من نادي اورلاندو الجنوب افريقي بنتيجه 2-1 علشان النادي الاهلي يحتل المركز الثاني في المجموعه برصيد 10 نقاط من 6 مباريات، بينما احتل نادي اورلاندو الجنوب افريقي المركز الاول برصيد 14 نقطه من 6 مباريات، وبكده الفريقين بيصعدوا لدور الثمانيه من بطوله دوري ابطال افريقيا 2025. عزيزي المشجع الكروي الجميل، عايز اقول لحضرتك ان خساره النادي الاهلي النهارده كانت بفعل فاعل، ومش بفعل شخص واحد بل بفعل عده اشخاص. اولهم هم مجلس اداره النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي اللي عنده تقصير واضح وصريح جدا 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 في تدعيم الفريق الفتره الاخيره. الميركاتو الشتوي قرب ينتهي وانت ما اعلنتش على ولا صفقه. مارسيل كولر بيلعب بخالد عبد الفتاح اساسي، عمر الساعي اللي ما بيلعبش مع النادي الاهلي بيبدا اساسي. مارسيل كولر ما عندوش حلول، مارسيل كولر عاجز ان هو يعمل اي حاجه داخل النادي الاهلي لعدم تدعيم مجلس الاداره ليه. ميركاتو الشتوي قرب يخلص، انت بتعملش حاجه، مفيش جديد، وماذا بعد مش عارفين ايه اللي هيحصل. بس انت لو كملت بالطريقه دي ولا هتاخد دوري ولا هتاخد اي بطوله. انت لازم تدعيمات، انت داخل على اهم موسم عندك وتدعيماتك للاسف سيئه جدا جدا جدا، وفي الميركاتو الشتوي لا يوجد اي تدعيمات. وده كان اول سبب من خساره النادي الاهلي، وهو مجلس اداره النادي الاهلي. تاني حاجه حكم المباراه. شوف، عايز اقول لك من غير وجود الفار في بطولات افريقيا هتشوف مهازل، لان التحكيم في افريقيا كارثي بكل ما تعني الكلمه. النهارده النادي الاهلي ما اتحسبلوش ضربتين جزاء الاعمى يشوفهم، ده غير ان تم الغاء هدف صحيح 100% بداعي الاوفسايد. مش هنعلق شماعة الخسارة على التحكيم، ولكن كان عامل أساسي جدا 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 النهاردة في خسارة الفريق هو حكم المباراة، والله ينزل طبعا. ده غير الأداء الدفاعي اللي مفيش أسوأ من كده إن ممكن يحصل من لعيبة النادي الأهلي. رامي ربيعة وياسر إبراهيم النهاردة كانوا زيرو تركيز. الجون الأول جه بطريقة كوميدية، يعني أنت لو متفق ومخلص واخد ماني مش هتعديها بالطريقه دي، ولا انت يا ياسر ولا انت يا رامي. اداء كارثي في دفاع النادي الاهلي، لازم تدعيمات في دفاع النادي الاهلي، لازم تدعيم لمروان عطيه. انت مروان عطيه مالكش عنده اي بديل، مفيش بديل لمروان عطيه. لازم 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 الناس كلها بتتكلم على خط الهجوم والوينجات ومحدش بيتكلم على مركز 6 في النادي الاهلي. مركز 6 في النادي الاهلي مفهوش الا مروان عطيه. مروان عطيه لو لا قدر الله حصلت له اصابه ما هنشوف كوارث داخل النادي الاهلي. ولكن لازم نبص على نص الكوبايه المليان، وهو عمر الساعي. عمر الساعي خامه مبشره جدا جدا جدا، لعيب عنده امكانيات عاليه جدا، لعيب واثق من نفسه، لعيب وشه على الجون، لعيب بيعمل اسيستات حلوه جدا، لعيب لو خد مباريات كتير الفتره اللي جايه عمر الساعي هيكون احد اهم لعيبه النادي الاهلي. افتكروا كلامي ده كويس. ولكن مارسيل كولر لازم يديله اكتر من كده بكتير الفتره اللي جايه، ومش هتكسف وانا بقول لك ان شايف في كريم الدبيس ريحه من ريحه علي معلول. الواد الله اكبر عليه، على الرغم من دقايق القليله اللي بيشارك فيها، ولكن كريم الدبيس ليه بصمات واضحه جدا في المباريات اللي بيشارك فيها. كريم الدبيس اخر كام مباراه مع النادي الاهلي عنده 5 مساهمات تهديفيه. كريم الدبيس صنع هدفين في الدوري المصري الممتاز، وصنع 3 أهداف في دوري ابطال افريقيا، وده ان دل يدل على ان الراجل ده عنده كتير جدا. لازم زي عمر الساعي الاتنين دول ياخدوا الفتره اللي جايه مع النادي الاهلي، علشان الاتنين دول لعيبه صغيره، ولو اثبتوا فعلا كفاءتهم اللي هي واضحه، الاتنين عندهم الموهبه، الاتنين عندهم الروح، الاتنين لعيبه شبه النادي الاهلي. ولكن لازم مارسيل كولر الفتره اللي جايه يدي الاتنين دول كتير جدا، علشان الاتنين دول فعلا حساسيه المباراه هتطلع منهم احسن ما يكون، واللي انت نفسك ما تتخيلش ان هو يطلع منهم. وفي نهايه الامر عزيزي المشجع الكروي الجميل، النادي الاهلي رسميا في دور الثمانيه من دوري ابطال افريقيا 2025، وفي انتظار القرعه علشان نشوف النادي الاهلي هيقابل مين من المراكز الاولى في المجموعات الثانيه. مش هنقول الف مبروك، النهارده خسرانين، ولكن صعدنا لدور الثمانيه. ان شاء الله اللي جاي يكون احسن للنادي الاهلي، وجرس انذار واضح وصريح لمجلس اداره النادي الاهلي: تدعيمات 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 تدعيمات، وبس كده. سلام يا ريس.